يزيد زرفة 29 سنة، مغترب جزائري من ولاية خنشلة بمدينة مارسيليا الفرنسية، اغتيل ليلة رأس السنة الميلادية بسلاح ناري عندما كان خارجا من محل للحلاقة بالمقاطعة 15. الضحية الذي تلقى وابلا من الرصاص من قبل مجهولين كانوا على متن سيارة من نوع بولو أردوه قتيلا في الحين، تاركينه يتخبط في دمائه وسط ذهول الحاضرين. يزيد زرفة الذي يضاف إلى قائمة المغتربين الجزائريين 13 الذين اغتيلوا في مارسيليا العام 2017 وخنشلة التي تحصي اليوم الثالث قتلاها بعد الشاب فاطمي الذي قتل برصاص غادر داخل مقهى بحر الأسبوع الماضي، وقبلها بتاريخ 27 أبريل الشاب جمال لاغا الذي وجد مقتولا ومرميا من الطابق 14 لعمارة وعلى جسده آثار طعنات خنجر. شباب جزائري في مقتبل العمر تزهق روحه في شوارع المدن الأوروبية، والتحقيقات غالبا ما تكون سلبية ليبقى الضحية معروف والمتهم في حكم المجهول.